الثاني احنا ماشي بنطلع والله ماشي احسن الرحيم. ثمة قوس لا ينحني إلا ليصير منجلا أو هلالا أو قوس قزح في سماء أريحا. يمتد هذا القوس الذي اسمه الاستقلال ليظلل سهام الضوء في بيتا والحجار الراسخة في سلوان، وليكتمل ليصبح اسما يليق بالشيخ جراح. من أريحا العبور والكرامة وانتظار مسيرة العودة الأكيدة إلى الأرض الأولى، إلى القدس أرض السماء نافذة الدنيا، بإسرائها النبوي ومعراج شهدائها الذين يصعدون ويباركون هذا القوس الممتد من هنا إلى الأقصى والقيامة. نفتتح احتفالنا باعتباره مفردة حضارية لنواجه العتمة والجهل والاستلاب، وباعتباره ردا على غوائل الشطب والمحو والتذرير، وباعتبار حفل التخريج هذا ينبوعا ثرا متواصلا يتدفق من نخلة أريحا إلى الزيتون في كل أرض فلسطين، ليبقى السلام الحقيقي على عرشه الأبدي رمزاً لشموخ شجرتنا المباركة. نشرع رايتنا لنؤكد
أن الاستقلال معنى بإنتاج خريجين يتمتعون بروح المعنى، وباعتبار الاستقلال غايتنا التي لن ننجلي عنها حتى يكون الخلاص وتكتمل الحرية وتكون العاصمة. وكأني أرى اليوم الفوج 100 على هذه المدرجات لتبقى فلسطين برجالها ونسائها، وليبقى الإنسان الفلسطيني جديراً لأن يكون هو المرابط والحارس للأسوار والقباب. نشرع بداية حفلنا اليوم الذي تزين بأحياء القدس اسماً، ونقف للسلام الوطني الفلسطيني. إجلالاً وإكراماً للشهداء ونومهم المقدس نبقى واقفين دقيقة صمت على أرواحهم. شكراً لكم. كل الخير في كلام الله سبحانه. نفتتح به هذا اللقاء بآيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب الخريج عمران فقهاء من تخصص علم النفس الأمني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. طيب الله الأنفاس. على هالمكان من رعاه من جلس فيه، سلام راية الوطن فوق الراس مرفوعة، ترف بكل مجد وبكل عز ضمها بيديه أبو مازن قائدنا وكلمته مسموعة، يصون مبادينا بالثبات والخطى يمشيه، أوطان الشتات بعزيمة أبو مازن بتضل مرجوعة، تليق فيه القيادة والسيادة والأمن راعيه، على أرضنا ساد تشريعة ومشروعة، محمد اشتية نجمنا الليلة غالي ونغليه، نسير ونستنير البلد بسموعة، هذا أبو إبراهيم نحييه وتحييه جماهير تردد له بيوت الشعر مبدوعة، أبو حسين ملا الكرسي والعز ماليه، يسجل له التاريخ في التاريخ موسوعة، قائد مشرف حاضره ومشرف ماضيه، ما يتبع ولا يتبع أبو حسين خطاه متبوعة. على شمالك أخوك الدكتور صالح نحييه، على أكتافه كبار الواجبات اليوم موضوعة، كسبت العز ونوابك معاك لا تعب ولا ملل، خطوة بخطوة متبوعة، تليك فيكم القيادة يا أهل الراي، مجلس أمنائنا زينة الحفل وشموعة، هاك صائب عريقات كل الشعب يبكيه، ما فقدناه وروح اليوم بيننا مجموعة، عزام الأحمد يا أهل العزم نحييه، حب الوطن والوفاء أجمل طبوعة، ويسلم الثاني فيهم وربي تخليه، روحي فتوح إلهامات بالتقدير إلك مخضوعة، يا مرحبا باللي زادنا فخر نحييه، زياد أبو عمر زاد الشموع شمعة مرفوعة، يحمل العز والمجد بين يديه، يونس عمر قدسنا بقلبه مزروعة، وخامس الأسماء بالكرم ما أوفيه، أكرم جراب مساعيه بالخير دايما مرفوعة، وسادسهم كل العسكر تنتخيه، يوسف دخل الله ثقتنا فيك موضوعة، يوسف الثاني ولقبه الحلو لا توصيه، أحد قادة هالوطن وخير تدروعه، تسلل من اسمك يا إيهاب وطن تغنيه، وتحفظه حفظ القلب بضلوعه، لا أكرم ولا أرحم من ليلى واللقب غنام، ما ترد اللي يجيلها والخير هي ينبوعة، ومسك الختام التميز والإبداع ما تخفيه، عدالة بالعدل والحب كل الصفات فيك مجموعة. طبعا بنحب نوجه تحية لقادة الأجهزة الأمنية اللي حضروا واللي ما نناب عنهم، كنا بتمنى حضور الجميع وبنرحب فيهم بطريقتنا. على قادة الأمن سلام ومليون من الاستقلال، إلكم اليوم مليون تسليمة، نخصكم فرد فرد من عاشق مفتون، يهيم بمدح من صان البلد وزادها قيمة، الشكر جزيل والثناء مليون، نضال أبو دخان صادق الوعد واليوم صدق تتميمه، حازم عطالله يوم الله أعطاه الحزم، بزغ كامل وما ظلم اللي يشتكي ضيمه، منير الزعبي للمروءة فيك طبع لون، تحليت بالوفاء
وشيمة الأخيار إلك شيمة. زياد وانهبت ريح الاسم فاح الورد والريحان وطير الخير أسمعنا ترانيمه. وانذكرنا زكريا عم الصلح اسم على مسمى مصلح ويتصدر تراسيمه. فضل زيدان واهل الفضل ما ينسون في لوحة الاستقلال ترك أثر وتبصيمه. ماجد فرج يا أهل الكرم والجود مدحك مستحق وربي يزيدك هيبة وقيمة. ومع هالقمر كانت لازم تهل ميسون ماجدة برتبة لواء ولو اجت زادت مكاننا زينة. عماد أبو زكي خلف والده المؤتمن المأمون في قلوبنا تقديره وتعظيمه. وانا وعوذ من العنا لأهل الثنا مديون صرت بالترحيب بضيوف الحفل ونياشينه. سلام الله عليكم سلام الله عليكم سلام الدر المكنون من أبو حسين اليوم 14 مليون تسليمة. اسمحوا لنا الآن أن نطلب من دولة رئيس الوزراء بتفتيش الطابور العسكري. الطالب الخريج إبراهيم العمري جامعة الاستقلال جاهز التفتيش سيد. أمرك سيد. إذا جئتها عاشقا كمحمود درويش وعلى جبينك وردة وكتاب قد لا تعود من حيث جئت إن الهوى أن لا يكون إياب. في القدس لا تسأل عن الأساطير تمهل انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتيات. سترى النساء المرابطات اللواتي يرددن الدعاء على بوابات القدس لا تلين، وسترى من تحاضر في كلية القانون فتلك نساء بلدي وهن نساء ونصف.
انظر إلى الشاشية في يد حرفي في باب العامود. استمع إلى شيء من كنيسة القيامة أو كنيسة مريم المجدلية هناك في جبل الزيتون، واستنشق رائحة في الجو من الند والفل والورد وزيت الزيتون. إذا مررت بأسواقها العتيقة فأرهف سمعك إلى أخبار الأولين، وإذا استطعمت حلاوة في الماء فذاك معين الحنايا بسلوان، فنحن نقطر من النسرين والورد ماء. وإذا خيل إليك أن صلاح الدين ينظر إليك من علياء سورها فلست تخطئ ما ترى. إن الأساطير هنا ليست خيال وليست حكاية تقال. إذا سبقتك خطاك إلى حمامات العين أو الشفاء في سوق القطانين فقل شعرا: القدس يا أم الحضارة وقبة الأمجاد. زهرة المدائن سماك الأولى، شهدوا لك بالحسن من الشام إلى بغداد. قل شعرا، فالشاعر فينا يموت واقفا ليصبح ثروة أو زيتونة أو سارية للعالم هناك. لا ترى طيفه لكنك تسمع صوته ينادي فينا: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. فنحن نحب البلاد كما لم يحب البلاد أحد، ولو قتلونا ولو شردونا لعدنا فاتحين لهذا البلد. الكلمة لحاملي اسم فوج حي الشيخ جراح لحماة الراية الطلبة الخريجين، يلقيها على مسامعنا الأولى على الجامعة الطالبة أروى أبو عون من تخصص علم الجريمة والقانون. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله الكريم المنان ذو الفضل والإحسان، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق وعلم ورفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. إنه لشرف عظيم أن أقف اليوم ممثلة عن زميلاتي وزملاء الخريجين متحدثة باسمهم. 4 سنوات قضيناها في منازل العلم وطوابير العسكر، وها نحن اليوم نحصد ثمار تعبنا ونحتفل بتخرجنا حاملين الشهادة الأكاديمية والرتبة العسكرية. فنحن من ستزين النجوم أكتافنا، ونحن حماة هذا الوطن. إننا وبعد هذه المعاناة أصبحنا جنوداً لهذا الوطن، ضباطاً وحماة لوطننا الغالي فلسطين، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الأساتذة والمعلمين الكرام والضباط والمدربين الأفاضل، وكل شخص له الفضل في إنجاح جامعتنا الحبيبة، وعلى رأسهم سيادة اللواء الدكتور توفيق الطراوي الأب المؤسس والمعلم العظيم. ولا ننسى أهلنا الكرام، فلهم منا كل الحب والتقدير والاحترام، وإن هذا النجاح مهدى لهم ومقدم لهم قبل أن يكون لنا، فهم من ضحوا من أجلنا لينيروا لنا الدرب، وهم الداعم الأكبر لأبي وأمي وأخوتي وأخواتي. شكرا لكم من القلب. وفي الختام أقول: الشكر موصول لكل القائمين على هذا الصرح العلمي الكبير، ولكل من ترك بصمة وساهم في وصولنا إلى هذا اليوم. وإن هذا اليوم هو بداية الطريق وليس نهايته، ونسأل المولى عز وجل أن يعيننا على هذه المسؤولية، وأن يمدنا بالقوة ويوفقنا لخدمة وطننا.
وأن يثبتنا على درب القائد الشهيد ياسر عرفات رحمه الله، وخلفه سيادة الرئيس محمود عباس سدد الله خطاه. شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا لك. طبعا أنا الدكتور صالح، طبعا الدكتور صالح دائما قبل كل حفل وعرافة بيوصيني إن أنا ما أذكره بالمدح، لكن ما أعرف أقدمك إلا هيك. لو ضاقت الدنيا على راعي الطيب، يبقى على الناس معروف بأصله. أشهد إني أحتار بوصفك وحقك ما أوفيك. دكتور صالح جميل الأخلاق إلك حلة. ناس تدفع للمدح غالي تشتريه على صفر، والمدح يهرب وهو يبقى محله. وناس يجي هالمدح من غير ما ترتجيه على علم وحكمة وطيب وفعله. وانت يا دكتور صالح ما إن ذكرناك يحتار المدح يذكر فيك أي خصلة. أما الآن مع كلمة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح أبو أصبع. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حفظه الله، راعي الحفل. دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية حفظه الله، ممثل راعي الحفل. رئيس مجلس الأمناء معالي اللواء الدكتور توفيق التراوي، ومجلس الأمناء الأكرمين. الأخوة قادة الأجهزة الأمنية، سعادة محافظ أريحة، أسعد الله مساءكم. هذه هي جامعة الاستقلال، جامعة الوطن، تزهو بكم ضيوفنا الكرام، كل باسمه ولقبه. أنتم الذين تحتضنون بوجودكم اليوم هذه الثلة من أبناء الوطن الذين يتخرجون وهم يحملون أملهم في خدمته. هذا الوطن الذي يعاني من كابوس الاحتلال، ويتخرجون هؤلاء الطلاب وهم يحملون اسم الاستقلال ويرنون إلى وطن حر مستقل وعاصمته الأبدية القدس الشريف. أبنائي الخريجين، هذا الاحتفال حصيلة جهدكم ودراستكم والتزامكم. إنكم اليوم تقسمون قسماً ليس هو مجرد كلمات، وأمامكم عمل تقومون به من أجل خدمة أبناء شعبكم، عمل يحتاج منكم التفاني واحترام أبناء شعبكم وتأدية واجباتكم بتواضع وحب واحترام، والحفاظ على كرامة المواطن وحريته، لأنكم تتعاملون مع أهليكم، فحافظوا عليهم ويكفيهم ما يلاقونه من معاناة الاحتلال. أنتم تحملون معكم واسم الاستقلال، ويجب أن تحملوا معكم الأمل بالاستقلال والعمل من أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ومعه يجب أن تحملوا معكم حلم العودة إلى بيوت آبائكم وأجدادكم، وأن تكملوا مسيرة النضال التي عمدها الشهداء بدمائهم والأسرى الذين يدافعون عن شرف أمتنا. أولياء الأمور الغائبون عنا، ظرفنا استثنائي مما حال دون حضور أولياء الأمور. هذا الاحتفال وندعو الله أن يزيل هذا الوباء وأنتم تلبسون ثياب الصحة والسلامة. تهانينا لأولياء الأمور، فهم أبنائهم يحققون الحلم ليتخرجوا بعد أن قضوا خلال سنوات دراستهم بين أحضان الجامعة ليكونوا جنوداً في خدمة الوطن. ضيوفنا الأعزاء، إن هذه الجامعة
هي جامعة الوطن التي تعد أبنائها جنوداً منتمين له وملتزمين بحرية مواطنيه والحفاظ على أمنه. ولا بد أن نعترف بالشراكة والإنجاز الذي ساهم فيه كل قوات الأمن الوطني، هيئة التنظيم والإدارة، هيئة التدريب العسكري، مديرية الخدمات الطبية والمالية العسكرية، وجميع أذرعة المؤسسة الأمنية التي تعودنا منها على استقبال وتدريب الطلبة واحتضان خريجينا. ولا بد من الإشارة إلى أن مسؤوليات الأجهزة الأمنية تجاه الجامعة تتمثل بما يلي: أولاً، استيعاب الخريجين بحيث يكون لهم أولوية التسكين فيها قبل أي خريج من خارج الوطن. ثانياً، توفير التدريب الميداني للطلبة في الأجهزة الأمنية، وقد لاحظنا هذا العام عدم تعاون بعض الأجهزة في استيعاب طلبتنا للتدريب الميداني فيها. ولا بد من التذكير بأن خريجي الجامعة أثبتوا تفوقهم في مجال عملهم في المؤسسات الأمنية مقارنة بالخريجين من الخارج. ونشير إلى أن طلبتنا تلقوا العديد من الدورات العسكرية والأمنية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية ومراكز التدريب، وتنوعت هذه الدورات لتشمل محاضرات وورش عمل وتطبيقات عملية وتمارين عسكرية في جبال نابلس وطوباس. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أشير إلى بعض الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، متمثلة في عدد الخريجين والخريجات لهذا العام. من البكالوريوس بلغ عددهم 244 خريجاً وخريجة، ومن الدبلوم 276 خريجاً وخريجة. وتم استحداث برامج جديدة على المستويات الثلاث: الدراسات العليا، الماجستير الإدارة العامة، ماجستير الدراسات الفلسطينية، ماجستير الإدارة في الأزمات، ماجستير الصحة النفسية للشباب، ماجستير القانون الجنائي الدولي. وفي البكالوريوس تم تأسيس كلية تكنولوجيا المعلومات لتشمل 3 تخصصات: علم البيانات ونظم المعلومات والأمن السيبراني، وهو تحت الاعتماد. وفي الدبلوم نظم المعلومات الجغرافية، الأمنية والعلوم الجمركية وتقنيات الإطفاء والإنقاذ. ولا بد أن ننوه بدور الجنود المجهولين من زملاء أعضاء هيئة التدريس والمدربين العسكريين والإداريين الذين جعلوا تطور الجامعة هذا ممكناً، وبدون جهودهم ما كان لنا أن نحتفل بهذه الكوكبة من الخريجين والخريجات. ومن بينهم هذه الثلة من بناتنا التي نعتز بتخريجهن، لنؤكد دور المرأة الفلسطينية المميز في حياتنا وفي خدمة الوطن. فتحية للمرأة الفلسطينية التي تنجب الأبطال. وهنا لا بد أن نذكر لذوي الفضل فضلهم: معالي اللواء الدكتور توفيق التراوي رئيس مجلس الأمناء الذين رعوا جامعة الاستقلال لتكون صرحاً كبيراً من صروح الوطن الشامخة. واسمحوا لي أن أشكر حضور وسائل الإعلام التي تسهم دوماً في التعريف بجامعة الاستقلال وأنشطتها وإنجازاتها. لكم المحبة وتمنياتي للجميع بيوم استقلالي بهيج، وسلام على روح شهدائنا، وسلام لأسرانا الصامدين، والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح أبو أصبع.
لاحت عيونك تنير خافقي شعلا وتحرق الحرف في مرآك والجملا. إن كنت لعثمة أبدو على كلمي كالصادق الحر وقد أتاك مبتهجا، وإنني أبذل المعنى على أمل ألا يكون كلامي فيك مبتذلا. لك الفخر أنك تربي جنداً ينادي علاه في الصباح الكوكبا، جند شدهم إلى الأولى صدق فكان اليوم نجماً يزين المنكبا. لأجلهم تضيء الشمس وإن غربت تلبس قمصانهم أملا. عجبت من رجل ما مر الدهر به إلا استزاد قوة كلما الغيث انهمر. وجهك وضاء وقد لاح باسما، لكنه الأبهى لنا حين نراه برقا اعتصرا. فلست الذي يستقرئ الدهر قوله، لكنك تملي ودهرك فيك يكتب الشعر. وحق الله لولا أن يقال غلا ما كنت مشيت على أرض الاستقلال منتعلا. إنا ملبوك من بلاد الأرض قاطبة، وإن بعثتنا إلى سويدائها رسلا. يا سيد الاستقلال وأنت تسندها، فكيف يرى العذال في أرجائها خللا؟ لا يكمل البدر إلا بعد مرحلة، وأنت مثل نجوم الكون يا أبا حسين مكتملا. أما الآن مع كلمة رأس هذا الصرح معالي اللواء توفيق الطيراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، أخي ورفيق الدرب الأخ الدكتور محمد شتية دولة رئيس الوزراء، أخي رئيس الجامعة دكتور صالح أبو صبع، إخوتي وزملائي وأحبتي ورفاق درب المسيرة في هذه الجامعة، الأخوة أعضاء مجلس الأمناء، الأخوة قادة المؤسسة الأمنية، الزملاء والأحبة الغائبون منهم والحاضرون، أخي محافظ محافظة أريحة والأغوار، أخي رئيس البلدية، أخي الحبيب والشاعر المتوكل طه، الأخوة أعضاء الهيئة التدريسية، أبنائي وبناتي الطلبة. منذ نعومة أظفاري وأنا أقول كلام العقل وأختصر كلام القلب، ولكني اليوم أرى صعوبة كبيرة في الكلام، ولا أريد أن أطيل ولا أريد أن أوصي هؤلاء الشباب والصبايا الذين سيذهبوا في الغد القريب لواجباتهم في حماية شعبهم وأرضهم وحرماتهم، ولكني سأختصر القول في شيئين: في الأمن وفي حرية التعبير.
في الأمن أمان وأمانة، أمان لشعبنا، أمان لأرضنا ولعرضنا ولكل مقدساتنا. الأمن حفاظ وكرامة وعطاء وتضحية وفداء. الأمن أمان للمؤسسة والقيادة والريادة والسيادة. هذا هو الأمن الذي نفهمه ونتعلمه ونمارسه. أما حرية الرأي أو ما تسمى أو ما نقول عنها المعارضة، فهي دائما وأبدا حرية الرأي بالقول والكلمة والبرنامج والاحترام والبناء والحفاظ على الأرض والحفاظ على السيادة والحفاظ على مكونات هذا الشعب وإنجازات هذا الشعب. حرية الرأي ليست شتيمة وليست شتائم. حرية الرأي بناء للمؤسسات، بناء ما هو مخطئ فيها وتصحيحه. حرية الرأي أخذ رأي سديد وإعطاؤه للقيادة وللجميع حتى نبني سوية كمعارضة وموالاة وحكومة وشعب وأمن، حتى نبني دولتنا الفلسطينية. هدفنا واحد، هو إزالة الاحتلال. وما دام هذا الهدف واحد، إذن علينا أن نكون متكاملين وليس متصارعين وليس متقاتلين أو متحاربين. لا شيء أمامنا نعتبره إنجاز إلا إنجاز أساسي ببناء المؤسسة وبناء المؤسسات والحفاظ على القيادة والشرعية والحفاظ على الأرض والعرض. هذا هو التكامل بيننا، لأننا يجب أن نكون بهدف واحد وبرامج متكاملة، بحكومة ومعارضة، برأي ورأي آخر، بأمن ومواطنين وأحزاب وقوى، نكون دائما وأبدا من أجل بناء وطن واحد حر سيد. هذا هو ديدمنا وهذا هو هدفنا الأساسي، لأننا أصحاب الشهادة بشهدائنا الأبطال الذين سقطوا من أجل فلسطين ومن أجل القدس، وليس من أجل هذا الحزب أو ذاك. وأسرانا الأبطال الذين فقدوا حريتهم والذين يعانوا ويعانوا أهليهم، هؤلاء أيضا أسروا وناضلوا من أجل حرية فلسطين ومن أجل شعب فلسطين، وليس من أجل هذا وذاك، وليس من أجل حزب وآخر. هكذا نفهم كيف تكون وكيف نكون كشعب فلسطين، كلنا في خندق واحد بآراء مختلفة متكاملة نحو الهدف الأول.
هذا ما أردت أن أقول. فيا أبنائي، شعبكم تقبلوا رأيه وتقبلوا كلامه وتقبلوا الرأي الآخر وحافظوا عليه كما تحافظوا على أهليكم، لأن أهليكم ليس الأب والأم، إن أهليكم هم كل شعب فلسطين، وأرضكم هي كل أرض فلسطين، وقدسكم هي قدس فلسطين التي لا يوجد قدس غيرها، وإنها لثورة حتى الناصر. والسلام عليكم. شكرا لرئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال اللواء الدكتور توفيق الطيراوي. يا منزلا للقلب الذي يسع الفضاء وطيبه لا يحتمل، يخبر حرف حرفي حين أذكرك وأرجو حروفي أمام اسمك في خجل. تفضل الكلام يا محمد فأنت كفؤه، كأنما الوصف فيك هو شهد العسل. عهد للشعب أن رجالا يحملنا وفيهم لنا آخر كفحات الأمل، أرحهم من النزال والجدل، فأنت تستطيع أن تحسم الجد من الأزل، وأنت الذي تقطف الثمر بكرا وهم يشكون ما تبقى في السلم. هناك حب في القلوب مغير، وقد لا يردم فم البئر بالماء على عجل. هناك إعصار يمس صفوفنا عن بعد، قد لا يلقي أحدا ويغلق حتى الجبل. لا ترضى فعلا يشوه سمعة، والفعل يقصر ولو ساء العمل. أطلق لها السيف، لا خوف ولا وجل، ما فاز بالحق إلا انحاز الرجل. أسرج لها الخيل وأطلق أعنبها، فليس يثنيهم إلا العاقل البطل. إن بعض القوم ينتظر الزلل، فأرهم يا محمد أنك صاحب. أما الآن مع كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات الواقفات على أعتاب التخرج، أيها الإخوة الواقفين على أعتاب التخرج، الأخ العزيز الصديق رفيق الدرب الدكتور اللواء توفيق الطيراوي، إخواني أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين، الأخ الدكتور رئيس الجامعة والنواب الأكاديميين والعاملين فيها من عسكريين وإداريين ومدنيين، الإخوة الضيوف الكرام أعضاء المؤسسة الأمنية الفلسطينية، باسم سيادة الرئيس أبو مازن أحييكم وأبارك لكم تخرجكم هذا. وكم يعز علينا أنه يغيب عن هذه المدرجات أهاليكم وذويكم، ويعز علي أكثر أنه يغيب من حفل التخرج هذا أبناءنا من قطاع غزة ومن نهر البارد ومن عين الحلوة ومن مخيمات الشتات. كم نود أن نرى يوما وكل الشعب الفلسطيني تحت سقف واحد نغني نشيدنا الوطني ونفرح ونتخرج ونزغرد للحرية والحلم.
يسعدني وأنا على هذه المنصة برفقة أخي وصديقي اللواء توفيق الطيراوي وهذه الكوكبة الحاضرة منكم من موظفي جامعة الاستقلال من أكاديميين وأمناء وعسكريين، ويفرحني وأنا أرى تراكم الإنجاز عاماً بعد عام في هذه الجامعة الاستثنائية والتي أنشئت في ظرف استثنائي. أرى تراكم الإنجاز من دبلوم وبكالوريوس وماجستير. أرى هذا الحرم الجامعي ينمو عاماً بعد عام ويزدهر فيه أشجار أريحة ويخضر ويكبر برعاية محسوبة بقطرات من الماء. تتخرجون اليوم ونحن نعبر ظروفاً سياسية صعبة ونكافح لكي نعبر ظرفاً صحياً استثنائياً. من الناحية الصحية نتجه نحو المناعة المجتمعية بالتطعيم والخط القائم على تحويلات جديدة، ونحن نواجه تحولات جديدة في هذا الفيروس المشؤوم الذي يواجه العالم مجتمعاً. ولذلك يسعدني أن إجراءات السلامة في هذا العام قد أخذت مجراها في هذا التخرج. من جانب آخر ومن الناحية السياسية أمامنا مجموعة من التحديات. أولها هذه الإجراءات الإسرائيلية المجرمة على أرضنا، مصادرة وهدما للبيوت واستيطان وحصار على غزة و36 حاجز عسكري وحصار على القدس وتهويدها. كل هذه الإجراءات الإسرائيلية إنما ترمي إلى شيء واحد، وهو منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس. ولكن هذا الاحتلال قد تعلم على مدار السنين منذ عام 48 إلى اليوم، قد تعلم إنه مش كل الطير بيتاكل لحمه. قد تعلم أن الفلسطيني إنسان صعب المراس. قد تعلم أن الإنسان الفلسطيني قادر على التحمل والمواجهة. هذا الاحتلال يجب أن يعلم علم اليقين، مثل ما قال الطيب طاهر وطار يا أخي العزيز متوكل: ما بيبقى في الواد إلا الحجارة، وما بيبقى في هذا البلد إلا سكانه الأصليين المستوطنون، إلى غياب، إلى خروج من أرضنا، من هوائنا، من مائنا، من مسامات جلدتنا. هذه الأرض اللي إحنا مجبولين من ترابها حتماً ستتحرر وسينقشع هذا الاحتلال. أما من الناحية الثانية فإننا نرى اليوم أن هناك فراغ سياسي، لا يوجد على الطاولة شيء، وحتى مبادرة السلام العربية للأسف الشديد لم يأخذها العالم بجدية كبرى. هذا الفراغ السياسي يجب أن يتم ملئه، ويجب أن يكون هناك مبادرة دولية من اللجنة الرباعية. هذا العام 30 سنة على مؤتمر مدريد، مؤتمر مدريد الذي انعقد في شهر 10 1991. احنا اليوم في عام 2021، 30 سنة على إطلاق عملية السلام. وبعد 30 سنة نجد أن هناك فراغ سياسي، لا شيء يملغه، لا مبادرة أمريكية ولا مبادرة أوروبية ولا مبادرة عربية.
ولا حتى مبادرة إسرائيلية تريد أن تنهي هذا الاحتلال. ولذلك الذي يملأ هذا الفراغ السياسي هو وجودنا على الأرض، هو وجودنا في الميدان، هو هذا الفوج الذي سمي فوج الشيخ جراح. التحية لكم على أنكم حجارة هذا الواد. هذا الذي يملأ الفراغ السياسي، حضورنا على الأرض، صمودنا على الأرض، أن نكتب على الأرض بأن هذا الصمود الذي يعمد بدم الشهداء وعتمة سجون الأسرى وآلام الجرحى، هذا الذي يصنع المبادرة السياسية، هذا الذي يملأ الفراغ السياسي. حضورنا بهذه المؤسسة الاستثنائية، بهذا اليوم الاستثنائي، في هذه المدينة الاستثنائية أريحة، اللي هي 10,000 سنة أقدم مدينة عرفها التاريخ. هذه المدينة اللي فيها الإنسان أول مرة تزرع الأرض في التاريخ، في هذه المدينة، مدينة أريحة، مدينة القمر. هذه المدينة يرى فيها القمر أكبر من أي مكان في العالم. ولذلك في الوقت اللي فيه نتمسك بالشيخ جراح وسلوان والأقصى، ونتمسك بكل مكوناتنا في مدينة القدس، نتمسك بوحدة الجغرافيا بين غزة والضفة، نتمسك بوحدة الإنسان الفلسطيني حيثما كان، في الشتات، في أوروبا، في أمريكا، في لبنان، في سوريا، في قطاع غزة، هنا في الأراضي المحتلة، في كل مكان. هذه وحدة حال الشعب الفلسطيني الذي نريد له أن يكون. وثالثاً، التحدي الذي بين أيدينا أن هذا الاحتلال يشن علينا حرب غير مسبوقة، وهذه الحرب هي على روايتنا، الرواية الفلسطينية التي تتعرض لتزوير بشكل مستمر. هؤلاء الذين يعتبروا أن القدس هي أورشليم وأن نابلس هي شخيم، وهؤلاء الذين يسموا الأمور بغير مسمياتها الأصلية. علينا أن نعيد صياغة الرواية عن فلسطين، علينا أن نعزز روايتنا عن فلسطين. كل واحد فينا عنده رواية، وكل واحد فينا عنده قصة، ولو كتبنا قصص الشعب الفلسطيني بمعاناته لكتبنا آلاف المجلدات. ما في فلسطيني ما عندوش رواية، ما في فلسطيني ما عندوش قصة في حياته اليومية، ما في امرأة ما عندهاش قصة عن ابنها السجين وابنها الشهيد وابنها الجريح، ما في أخ ما عنده رواية عن أخته، ما في أخت. وشفنا كيف أخت الغضنفر أبو عطوان اللي كانت نموذج الوقفة أمام ومع أخوها. هذه الوقفة عز اللي واقفينها أنتوا يا صبايا، هذه وقفة عز اللي أنتوا واقفينها يا شباب. احنا اليوم قلبنا بيرقص فرح على هاي الوقفة اللي أنتوا واقفينها من أجل فلسطين، من أجل أن تبقى هذه الراية مرفوعة، من أجل أن يبقى رأسنا مرفوع، من أجل أن نبقى متمسكين بهذه الأرض التي جبلنا من ترابها، وسنبقى عليها وسنبقى أوفياء لها إن شاء الله. والتحدي الرابع الذي أمامنا وهو إنهاء الانقسام، هذا الانقسام البغيض الذي حرمنا من مياه البحر الأبيض المتوسط على شواطئ غزة، هذا الانقسام الذي حرم أهلنا في قطاع غزة أن يصلوا إلى القدس، هذا الانقسام الذي منع أهل الساحل أن يروا الجبل، هذا الانقسام الذي نريد له أن ينتهي بالحوار، نريد له أن ينتهي بالاتفاق، نريد له أن ينتهي بالانتخابات التي عطلها الاحتلال، وسنبقى أوفياء لديمقراطية المجتمع الفلسطيني، وسنبقى أوفياء لحرية التعبير، وسنبقى أوفياء ليكون هذا المجتمع للجميع وليس حكراً على أحد. ولذلك إخواني في الأجهزة الأمنية هم بالإضافة إلى حماتنا وحماة الوطن هم حماة الحرية وحماة الفكر الحر. إذا كان فلسطين يميزها شيء عن العالم أنها عملت ديمقراطية في غابة من البنادق، وأنت أخي أبو حسين وإخوانك الذين عاشوا في بيروت يعلموا علم اليقين ماذا تعني ديمقراطية البنادق وماذا كانت تعني ديمقراطية البنادق.
لغة الحوار هي التي تسود، وهي التي سوف تسود دائما بيننا وبين كل مفاصل مجتمعنا. ولكي لا أطيل، أيها الخريجون، أيتها الخريجات، اليوم صفحة جديدة من مقاعد الدراسة والحياة العملية. وكم أسعدني وأنا أرى شريط مسجل لكم في جبال عصيرة الشمالية، هذه الجبال المطلة على نابلس، هذه الجبال المطلة على الساحل، هذه الجبال المطلة على القدس، وأنتم تتدربون على كيف يكون الإنسان نموذج في عطائه وفي أدائه. وهنا في جامعة الاستقلال تعلمتم الالتزام والانضباط واحترام الآخر وخدمة الناس وخدمة الوطن. اخدموا بتواضع ولا تتعالوا على أحد. إن الشهادة التي ستمنحونها اليوم لا تعطي أحد حق التعالي على الآخرين. هذه الشهادة إن أعطتنا شيء تعطينا جرعة من التواضع ودفعة من أجل خدمة أهلنا ومجتمعنا. كونوا قدوة ونموذج للمجتمع، للشباب. كونوا إيجابيين وأصحاب مبادرة. كونوا سفراء لعقيدتكم التي تربيتم عليها، حب الوطن وخدمة الإنسان والحرية والعدالة ووحدة الشعب نحو إنهاء الاحتلال والدولة المستقلة والقدس العاصمة وحق العودة للاجئين من الشتات. مهمتنا هي التحرير، ومهمتنا هي التحرر، ومهمتنا كما قال أخي وصديقي أبو حسين هي دحر الاحتلال وإقامة الدولة وحماية المنجزات وحماية المؤسسة لكي نعيش نحن وأولادنا وأحفادنا بأمان وحرية. نحن هنا من خلال هذه المؤسسة الوطنية التي تعبر عن عقيدة وطنية، هذه الجامعة التي تصقل الإنسان بروح المعنوية وبروح العطاء، مجبول على عقيدة وطنية من أجل أن نكون أبناء هذا الوطن ندافع عن كل مركباته. إن الأحرار لا يقبلون الظلم، إن الأحرار لا يقبلون الظلم بل يواجهونه بكل قوة. شعبنا شعب الأحرار يواجه ظلم الاحتلال، وأنتم اليوم تحملون هم الوطن ومعاناة أهله وتنضمون إلى من سبقكم بفخر واعتزاز وتأخذون مكانكم في صفوف المدافعين عن الحرية. إنني أشيد بروح التعاون بين الأجهزة الأمنية وجامعة الاستقلال، وإن كان الأمر ليس كما يجب 100%، ولكن علينا أن نسعى لكي يكون هناك مخرجات جامعة الاستقلال هي مدخلات للأجهزة الأمنية الفلسطينية بكل مفاصلها. أبارك لكن، أبارك لكم تخرجكم، أبارك للجامعة بكل مفاصلها. اليوم خطوة جديدة في مشوار طويل ودائما إلى الأمام. عشتم وعاشت فلسطين، الرحمة للشهداء، الحرية للأسرى، الشفاء العاجل لجرحانا. بوركتم، تهاني لكم، تهاني سيادة الرئيس لأهاليكم، تهاني إخواني الحاضرين على هذا الجانب من المنصة، والذي إذا سمح لي أن أقول أنني تحدثت باسمهم جميعا. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. شكرا. شكرا لدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شطيب. هنا تحت شمس أريحة التي تستنيم مع القمر في هذه المدينة ينفتح المشهد على وجوه تفيض بسخونة البلاد
وبلهفة تضبط ميزان العدالة والحق في أرجاء حضورنا الممتد على هذه الأرض رغم الحواجز والأسلاك والغاز المسيل للدموع. أدعو النائب الأكاديمي الدكتور محمد السبوع لإعلان استكمال الطلبة الخريجين لمتطلبات التخرج. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الأخ الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، بعد الاطلاع على نتائج الامتحانات في جامعة الاستقلال والتحقق من أن هؤلاء الطلبة قد استوفوا جميع متطلبات التخرج الأكاديمية والعسكرية، واستناداً إلى القانون والنظام والتعليمات المعمول بها في الجامعة، فقد قرر مجلس العمداء منح هؤلاء الطلبة درجاتهم العلمية وشهاداتهم العلمية كل في تخصصه، فيرجى التكرم باستكمال إجراءات ومراسيم التخرج، وألف مبارك للخريجات والخريجين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع تسليم واستلام علم جامعة الاستقلال من الدفعة 9 إلى الدفعة 10. جامعة الاستقلال جاي. خلاص العلم للداخل. خلاص تسليم. هذا علم جامعتنا، اضعوا أمانة في أعناقكم، فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. أقسم بالله العظيم بأن نحافظ على هذا العلم مرفوعا عاليا. إلى من حملوا الحديقة في أصيص ولم يبقى لهم من البيت سوى مفتاح، إلى الشهداء، إلى الشعراء، إلى الحالمين، إلى العائدين، إلى كل الفلسطينيين، إلى من تعرفهم حقول البرتقال وتلال الزعتر ويشهد الزيتون أنهم أهل الأرض. إليكم يا أهل الشتات واللجوء والمنفى، لقد علمنا آباؤنا وأجدادنا
أن فلسطين هي البوصلة وأنكم عصب الحكاية، ونحن نعاهدكم أننا لن نقترف خيانة النسيان. سوف نحدث أبناءنا عن طفل في العاشرة لا يكبر أبداً، يشيح بوجهه عنا منذ 40 عاماً، وسوف نخبرهم كيف لطخت صورة حنظلة على جريدة في يد ناجي العلي حين اخترقت رأسه رصاصة غدر. سنعلمهم قصة القنديل الصغير قبل النوم، وقصة لميس الصغيرة في رحلتها إلى الخلود مع كنفاني. سنعلمهم آيات من الذكر الحكيم، آيات من سورة الإسراء، حتى يعلموا أن عهدة عمر لنا. سنعلم الأجيال القادمة فصولا في القانون أولها يقول أن العودة حق، وسنرسم لأطفال وطننا العربي خريطة العالم بأيدينا حتى يعلموا أن كل خريطة لا يبدو عليها وجه فلسطين هي خريطة زائفة. سنعلمهم درساً في التاريخ يقول أنها هجرتان لا هجرة واحدة، ودرساً آخر في الأمل يقول أنها نكبة فنكسة فحرية. سنجاهد بالقلم والذاكرة ما استطعنا حتى يخرج من رحم هذه الأمة جيل ينصرنا ويعيد الحديقة للحديقة والمفاتيح للأقفال، وإن غدا لناظره قريب. لفلسطين الحبيبة ولنا جميعا أيها الحضور، نستمع الآن للواء جامعة الاستقلال وهو يردد القسم من وراء النائب العسكري العميد ركن تيسير عبد الله. فوج الشيخ جراح. القسم: أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أنفذ كل ما يصدر إلي من أوامر، والله على ما أقول شهيد. مبارك ضباط وصف ضباط جامعة الاستقلال فوج الشيخ جراح، الدفعة التاسعة بكالوريوس والثالثة دبلوم. مبارك. أما الآن أدعو دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال ورئيس الجامعة لتكريم أوائل الطلبة. الأول على الجامعة عسكرياً محمد خالد أبو الحاج. الأولى على الجامعة أكاديمياً وعلى كلية القانون وتخصص علم الجريمة والقانون الطالبة أروى غالب محمد أبو عون. الأولى على كلية العلوم الإنسانية الطالبة وضحى زياد أحمد زريقات. الأولى على كلية العلوم الإدارية الطالبة داليا عودة عبد الرحيم يونس.
الأول على الكلية المتوسطة للدراسات الأمنية الطالب رمضان مروان سلمان أبو طيبة. الأوائل في الجانب العسكري: عيسى صلاح الدين محمود يامين الأول على الرماية والأسلحة. إبراهيم رائد نصر الله الأول على الكفاءة القيادية. إبراهيم منتصر عمر العمري الأول على المشاة. جعفر الطيار سامي شرقاوي الأول على اللياقة البدنية. أوائل الدبلوم عسكرياً: أحمد سامي محمود ديرية الأول في اللياقة البدنية. عدي طالب أحمد أبو عمرية الأول في الرماية والأسلحة. أحمد بسام خليل أبو شرخ الأول في المشاة. وتكريماً لأوائل التخصصات دعونا نذكر اسمهم: الأول على تخصص العلوم الشرطية والقانون الطالبة رغد حسن خاطر. الأولى على تخصص العلوم الأمنية الطالبة شيماء قنداح. الأولى على تخصص علم النفس الطالبة وضحى زريقات. الأولى على تخصص اللغة الإنجليزية الطالب محمد حامد شفيق ترابة. الأولى على تخصص الإدارة العامة روند شاهين محمد رواجده. الأولى على تخصص نظم المعلومات الإدارية الطالبة داليا عودة يونس. أوائل التخصصات في درجة الدبلوم: الأول على تخصص العلوم العسكرية الطالب أمجد سليمان أبو عون. الأول على تخصص العلوم الأمنية عبد المنعم معين عبد المنعم أبو نحل. والأول على تخصص التدريب الرياضي أحمد غالب دروبي. الأول على تخصص نظم المعلومات الجغرافية الأمنية الطالب رمضان سلمان أبو طيبة. قبل كل البدايات نقف انحناء لأبجدية الوقوع مؤرخين معاجم من وحي الدم. لازلنا نركع من جديد لسلطان الموت مسببين له ثورة من شهادة. دائما ما نقف أمام قبر ذلك الشهيد وعلى قبره نتساءل: لماذا تموت وأنت فقير؟ وما ننتقل إلى الأم الفلسطينية، تلك التي عندما بكت تحجب الهلال بجبينها، تلك التي عندما سهرت الليل الطويل قالت: حدثني يا ليل، حدثني يا ليل عن ابن اللي ما جوزته، حدث يا ليل عن ربع اللي زفوه وانا لبسته وعطرته. وما أن ننتقل إلى الأب، دائما ما يكون الرجل الفلسطيني شامخا صلب. عندما مشوا بجنازة ابنه الشهيد أزاح عن وجهه الكفن وابتسم وقال: ابني يموت واقف هيك علمته. قلت له: وقف، خلي التاريخ يركع لك ويأخذ من ضوك العتمة قاتلته. إلى كل تلك الصور واللوحات في كل البيوت الفلسطينية، ووفاء منا إلى دماء الشهداء التي أريقت على أرض فلسطين من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ووفاء منا إلى الأسرى القابعين خلف السجون، نكرم ذوي شهداء وأسرى جامعة الاستقلال. أدعو عائلة الطالب الشهيد في جامعة الاستقلال يزن أبو طبيخ. 。 . 。 . . . 。 . . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 .
الشهيد خريج جامعة الاستقلال تيسير العيسي. أدعو ذوي الأسير محمد أحمد أبو الرب. أما الآن نسلم درع جامعة الاستقلال التقديري لدولة رئيس الوزراء وشكرا لجميع الحضور وألف مبروك للخريجين وطاب مساؤكم. فلسطيني اسمك بالكون كل حروف مروي، دم ونار ونور وشمس بتشرق حرية، علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي. فلسطيني اسمك بالكون كل حروف مروي، دم ونار ونور وشمس بتشرق حرية، علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي. اسمك نجم بلالي انت فلسطيني، علي راسك يا غالي واصدح بالصوت العالي. شمسي هي فلسطين والأقصى هلالي، أرضي الله باركها قدسها بشرع وديني. لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني، أرضي الله باركها قدسها بشرع وديني. لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني، علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي. اسمك نجم بلالي انت فلسطيني. فلسطيني اسمك ما يعيبك من عدوك من قريبك، ما إلك تهمي غير إنه تراب بلادك حبيبك. يا فلسطيني وين ما تكون طير يغرد لحن جديد، مأساتك مع كل الدنيا إنك عن حقك ما بتحيد. يا الله باركها قدسها بشرع وديني، لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني. يا أرضي الله باركها قدسها بشرع وديني، لو كل العالم ضدي
اسمك رمز الكرامة، حقك والله ما بيدي على ولاية